السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هنعمل أرنبيط. شوفوا الأرنبيط اهي، شوفوا جميلة ازاي اهي. طبعا انا قطعتها وسلقتها اهي. وطبعا معانا خضرة، وده معلقة نشا، ومعانا بيض، ومعانا دقيق، ومعانا خضرة ثانية اهي هقول لكم هنعمل بيها ايه. ومعانا بهارات، فلفل وكمون وكزبرة وملح ومكعب مرقة وقرن فلفل سبايس اهون. هنحطه طبعا مع الخلطة بتاعت القرنبيط وهوريه لكم دلوقتي. طبعا يا حبايبي قطعت ضربت خلطت قرن الفلفل اهو هضيفه عليها. طبعا هنضيف البهارات اهي. هضيف الدقيق. طبعا انا عامله كميه قرنبيطه كبيره، فهتحتاج ايه دقيق كتير يعني. طبعا البيض، نحط البيض. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبايبي كفايه ثلاثه. طبعا يا حبايبي هنخلطهم في بعض، هنخلطهم مع بعضه. نجيب المضرب. بسم الله، مضرب اهو. بسم الله. اخلطه مع بعض كده، الخضرة بكل حاجة كده، المكونات كلها مع بعضيها اهو. ممكن يا حبايبي إيه الخلطة دي تنضرب في الخلاط، تتفرم في الخلاط بحالها كده، بس طبعا انا بحبها اعملها كده على ايدي. الخلاط هينعمها خالص، لكن انا بحب اعملها على ايدي كده اهي كده، يعني يكون السمك بتاعها كده، ما تكونش يعني ايه مرقة عن كده. حط معلقة دقيق كمان صغيرة اهي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي هننزل بقى بالقرنبيط اهي، العرفة كده اهي اهي يا حبايبي، شوفوا اهي. وننزل بقى في الزيت، نسخن الزيت على البوتاجاز وايه، وننزل بقى في الزيت ونقليها لحد ما تبقى دهبي كده، ونقلب ونطلع. ماشي يا حبايبي اهي.
الأرنبيط ده طبعا احنا في موسم الأرنبيط اليومين دول، وبصراحة هو أكلة حلوة يعني، أكلة حلوة وبقى طعمه جميل. نسيت أقول لكم يا حبايبي، هنحط معلقة خل اهي، نحط معلقة خل اهي، نسيتها معلش اهي. ما فيش مشكلة يعني اهي، عادي. هنسخن الزيت بقى وهنقليه وهنوريه لكم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي خلصنا الأرنبيط، وشوفوا جميل ازاي. وهي بصراحة أكلة حلوة وجميلة، تاكليها برز، تاكليها بعيش، زي ما انت عايز. وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.